أهلا بأحلى متابعين. النهاردة مغامرتنا جديدة مع فيلم سوبر جيرل. بس خلونا قبل ما نبدأ كده نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تبخلوش علينا باللايك والشير علشان الدعم وعلشان نكبر بيكم إن شاء الله. ويلا نبدأ حلقتنا. حكايتنا النهاردة عن بنت بتجيلها فجأة قوة خارقة. بيبدأ الفيلم مع ليلى، بنت في المدرسة الثانوي، وكانت داخلة المكتبة تدور على كتاب محتاجاه. أول ما بتلاقيه بتاخده وتقعد في نص المكتبة علشان تذاكره، بس فجأة بتحس بحركة غريبة حواليها لأن ما كانش فيه غيرها في المكتبة أصلا. فجأة بتلاقي مجموعة كبيرة من الملثمين بيتلموا حواليها وفي كل اتجاه، وبيبدأوا يهاجموها ويرموها بالكتب. بس هي كانت سريعة جدا وبتروح لفة بالكرسي مرة واحدة كده مطوحاهم كلهم على الأرض، وبتقوم بقى تستعد لقتالهم. وبعد ما تربط شعرها علشان تضربهم حلو بتتحداهم والكل بيتكاتروا عليها. بس من قوتها كل اللي بيقرب منها بتديله لكمة تطيره في الناحية التانية ويقع على الأرض فاقد الوعي. وبتقدر إنها تشيل الواحد منهم وترميه ولا أكنه ورقة. وعلى ما بتتغلب عليهم كلهم كانت دمرت المكتبة، أرضية وحيطان وخشب وكل حاجة. ما كانش في حاجة سليمة أبدا في المكتبة. وبتخبط الأرض بعد ما كومتهم كلهم، فالأرض بتنشق لغاية ما الشق بيمشي في الحيطة ويوقع جزء كبير منها. وساعتها ليلى بتشوف نور ساطع جاي من الفتحة دي، ولما بتدخل منها بتتفاجئ انها بقت في بعد او عالم تاني. وبتفضل ماشيه لغايه ما بتلاقي ايد من نور ودخان بتشاور لها وبتناديها. واول ما بتمد ايديها وتمسك الايد دي بتتصدم لما بتلاقيها بتشدها بعنف. وساعتها بتحاول بكل قوتها انها تتخلص من الايد اللي بتشدها دي ومش عارفه ايه اللي بيحصل. وبتبعد عنها فجاه، بس بتلاقي نفسها في الفصل وان كل اللي حصل ده كان حلم يقظه وبيتهيأ لها وبس. ومن خوفها كانت قامت من مكانها بكل عنف وكسرت كل الديسكات اللي كانت حواليها قبل ما تستوعب انها في الفصل. وساعتها زمايلها كلهم بيبعدوا عنها وهم خايفين ومرعوبين منها. والاستاذ من غيظه منها بيرميها بصابع الطباشير، بس ليلى بتخبطه خبطه عاديه خالص بتخليه يتخبط في الفصل يمين وشمال لغايه ما بيرشق في الحيطه فوق السبوره ويخلي الحيطه تتفلق. زمايلها كلهم بيجروا يستخبوا منها ورا الاستاذ ويتحاموا فيه، وهو نفسه كان عايز يلاقي حد هو اللي يتحامى فيه من خوفه منها. وبعدها بيطردها من الفصل وتخرج لحوش المدرسة وتقف لوحدها، وكل طلبة المدرسة واقفين يتفرجوا عليها وعلى اللي بيحصل معاها وعمالين يتريقوا عليها. ولما الأستاذ بيجي يتكلم معاها ويزعق لها علشان دمرت الفصل باللي فيه ويسألها عملت كده ليه، قبل ما ترد عليه كان واحد من زمايلها رمى كرة سلة ناحيتها وكانت هتيجي في الأستاذ، بس هي بسرعة بتزق الأستاذ توقعه على الأرض بقوة مع إنها ما كانتش قصدها. وبتضرب الكرة بلكمة واحدة تدمرها بعد ما ايديها بتخترق الكورة، وكل زمايلها واقفين بيتفرجوا عليها ومتفاجئين بتصرفاتها وقوها الخارقة دي. الأستاذ كانت حالته حالة وقع على الأرض، ومن شدة الوقعة وشه اتبهدل والنضارة اتكسرت. وبياخدها على المكتب لما أهلها بيوصلوا، وكان عاوز يطردها من المدرسة بما إنها تسببت في الدمار ده من أول يوم. أمال بقى لو عدى أسبوع كمان إيه اللي هيحصل؟ أهلها بيتحايلوا عليها إنه يسيبها في المدرسة ويديها فرصة تانية، بس الأستاذ أو المدير بيعرض عليهم إنهم يودوها لدكتور نفسي علشان يعالجها، لأنه شايف إنها كده تعبانة وعاوزة تتعالج قبل ما الموضوع يتطور عندها ويوصل لانفصام شخصية أو حاجة. فلما ليلى بتلاقي انه واخد موقف ضدها ومش بيتراجع بتتعصب وبتكسر الكرسي وتزعق له، وبتخرج وهي متعصبه لدرجه انها مش بتفتح باب المكتب، لا اللي بتقلعه من مكانه. وبتخرج من بوابه المدرسه بعد ما بتتني حديد البوابه وتخرج من بينه. وبتمشي في الشارع لغايه ما بتيجي تعدي الاشاره اللي بتفتح فجاه، وكان في واحده عجوز بتعدي وبتيجي عربيه كبيره كانت هتخبطها، بس ليلى بتتدخل وتروح عليها بسرعه وتوقف العربيه بايد واحده وتدمرها وتنقذ الست العجوزه وتكمل طريقها. ساعتها السواق بينزل علشان يتخانق معاها، بس ابوها وامها كانوا حصلوها وبيهدوا السواق ويتفاهموا معاه. وليلى بتروح حديقه للعب الطفل قريبه وبتقعد هناك لوحدها وكانت متضايقه جدا. ولما بترجع البيت وتقعد تتعشى مع علاء بتبلغهم انها مش عاوزه تروح اي مدارس تاني. بس ساعتها مامتها بتتخانق معاها وتقول لها انها لازم تتعلم تواجه وما ينفعش تستسلم بالشكل ده. بس ليلى مش بتسمع لها وبتقوم تدخل اوضتها وتقفل على نفسها وتقعد تبكي وهي بتقطع هدومها، وبتفتكر كل مواقف التنمر اللي كانت بتتعرض لها. وتاني يوم الصبح ليلى بتاخد شنطه هدومها والسمكه بتاعتها وتسافر لجدتها في مدينه تانية في الجبل. وجدتها كانت عايشه في دار مسنين صغيره كده ومصاحبه كل اللي فيها وعامله رئيسه عليهم. ولما ليلى بتوصل كانت الجده بتلعب مع زميلها لعبه هاو جيانج، واول ما بتشوف ليلى بتخليها هي اللي ترمي الزهر. ولما بتعمل كده فعلا الزهر بيفضل يلف بقوه على اللوح، وفجاه كل حاجه بتطير في كل اتجاه والناس بيقعوا على الارض. كل ده بسبب حركه الزهر القويه اللي تسببت فيها ليلى. بس جدتها مش بتتعامل معاها زي اهلها وتخاف منها وتخوفها وتحسسها ان في حاجه غلط، بل بالعكس بتفضل تهزر وبتاخدها على اوضتها اللي هتقعد فيها اليومين دول. وبعد شويه كانت ليلى اخدت السمكه بتاعتها اللي كانت حاطاها في كيس وبتروح تشتري لها حوض سمك صغير من السوق، وهناك بتقابل ولد اسمه جيانج بيعجب بالسمكه بتاعتها اول ما بيشوفها. وفي اللحظه اللي ليلى بتقف مع جيانج بيتفرج على السمكه بتلاقي حرامي دخل يسرق فلوس من المحل في الوقت اللي كان صاحب المحل بره، واول ما بيشوفها ويعرف انها شافته بيخرج بسرعه علشان يهرب. بس ليلى بترميه بازازه كانت معاها بتيجي في دماغه وتجرحه ويقع على الارض، والناس بتلم عليه وصاحب المحل بياخد منه الفلوس تاني. ساعتها كانت ليلى وجيانج جري وراحوا في شارع جانبي يرتاحوا من الجري.
وجيانج بياخد منها السمكة يتفرج عليها. في اللحظة دي كان الحرامي اللي ليلى ضربته ومعاه عصابته بيخبطوها بعصاية حديد فبتقع على الأرض مغمى عليها، وبتدور على جيانج بقى، بس في الوقت ده كان ماشي في الشارع. وبعد كده لما العصابة بتيجي تطاردهم كانت ليلى فاقت وبتقف لهم وتضرب التلاتة وبتهددهم لما بتتني الحديد بإيديها وبتثبته على رجل زعيم العصابة، والاتنين اللي كانوا معاه لما بيشوفوا قوتها بيهربوا، والزعيم بتاعهم لما بيلاقي إن مش عارف يحرك رجله بيقلع الجزمة وبيجري، وليلى بتشط له الجزمة بتاعته بكل قوتها وبتيجي فيه وهو بيجري. وبعدها ليلى بتتعرف على جياه أخو جيانج الكبير اللي بيوصلهم للبيت عند جدة ليلى، وبيسيب جيانج معاهم وبيروح هو شغله في المطعم. وبالليل بعد ما بيخلص شغله وبياخد اكله ويخرج بره المطعم ياكله بيتفاجئ بكام واحد من العصابه وبياخدوه معاهم للزعيم بتاعهم بعد ما بيهنوه ويوقعوا له اكله في الوقت اللي كان جيانج نايم وهو قاعد. وليلى بتعرف من الجده انه تعبان وعنده لوكيميا واخوه طالع عينيه علشان يجيب له فلوس لعلاجه، بس للاسف مش عارف يجمع اي حاجه. وساعتها كان جياه مع زعيم العصابه اللي بيهدده انه لو ما جابش الفلوس اللي عليه في خلال 5 ايام هيقتله هو واخوه. وجياه بيضطر يشتغل اكتر واكتر علشان يقدر يجمع الفلوس اللي مديون بيها للعصابه، وفي نفس الوقت كان في مشكله كبيره لانه عاوز يعالج اخوه مش عارف. وجيانج تاني يوم الصبح بياخد ليلى معاه ويفرجها على بيتهم وبيحكي لها بقى ان قد ايه اخوه جياه شايل مسؤوليته ومش بيبطل شغل علشانه وما عادش بيلعب معاه زي الاول. وفجأة جيانج بيقع على الأرض وليلى بتتصل بجياه وتعرفه إنها نقلت أخوه للمستشفى، وهناك بيعرف من الدكتور إنه محتاج عملية زرع نخاع في أسرع وقت وتكلفة العملية غالية جدا، ده غير تكلفة المستشفى وإعادة التأهيل. وساعتها جياه ما كانش عارف يعمل إيه وبيمشي من المستشفى وهو بيبكي خايف على أخوه ومش عارف يعمل إيه ولا ينقذه إزاي وهو مش معاه الفلوس دي كلها. فليلى بتروح لجدتها وتاخد منها مبلغ علشان تدفعه للمستشفى، وبرضه أصحاب الجدة بيتبرعوا باللي يقدروا عليه علشان خاطر جيانج يتعالج. وفي الوقت اللي كانت ليلى عند جيانج في المستشفى بتشوف في التلفزيون اعلان عن مسابقه للريسلينج او المصارعه الزراعيه وجايزتها 500 يوان، وفي ثانيه بتقرر انها تدخل المسابقه دي وتفوز بيها علشان تاخد المبلغ ده وتعمل العمليه لجيانج لان ده الحل الوحيد. وساعتها كان جياه خلص شغله في نقل السمك في الميناء ورايح لشغله في المطعم، بس هو في الطريق بيهجم عليه 3 من العصابه ويضربوه ويسرقوا كل الفلوس اللي معاه ويقولوا له انه قدامه 3 ايام بس. وبتكلم جياه على طول وتقول له يقابلها، بس بعد ما بيخلص شغله وبيجي رايح يقابلها وتقول له على الفكره دي ما كانش متشجع قد كده لانه كان خايف عليها لان اللعبه دي فيها قواعد مش مجرد قوه وشويه ضرب وخلاص. فليلى بتقترح عليه انه يعلمها القواعد دي ويستعد لدخول المسابقه، وفعلا ليلى بتشترك في المسابقه وكانت البنت الوحيده والكل كان مستغرب اول ما بيشوفها داخله تشارك، حتى المتسابقين بيتصدموا واول واحد كان مفكر انه ضامن الفوز، بس اللي بيحصل كان العكس. ومن اول ما ليلى بتمسك ايده بتتغلب عليه قبل ما يلحق حتى يستعد، وفازت في جزء من الثانيه. حتى الحكم نفسه كان مصدوم ونسي يصفر بانتهاء المباراه وانها هي اللي فازت، وبتفضل تتغلب على المتسابقين 1-1 لغايه ما بتهزم عدد كبير منهم. وزعيم العصابة لما بيعرف كده بيتعصب وبيزعق لرجالته ويقول لهم يتصرفوا بأي طريقة لأن بالشكل ده هيخسر الرهان و2 مليون يوان. وليلى كانت كل يوم بتروح لجيانج المستشفى وتفضل معاه لغاية ما بينام، ولما جيا بيروح يطمن عليه ويلاقيهم الاتنين نايمين بيسيبهم ويروح. بس هو في الطريق كانت العصابة مستنياه وبياخدوه للزعيم بتاعهم اللي بيهدده انه لو ما خلاش ليلى تنسحب من المسابقة او تنهزم بمزاجها هيأذي اخوه. وفعلا بعدها جيا وهو مروح وبيلاقي ليلى مقابلاه وبتاخده عند الشجرة اللي دربها عندها وبتوري له المفاجأة اللي عملتها له، وكانت معلقة كل صورها مع جيانج ومعاها على الشجرة وعاملة عليها فروع نور وكانت جميلة جدا. وبتكلم جيانج فيديو علشان تفرجوا الشجرة بقت عاملة ازاي، بس وقتها جيا كان متضايق جدا ومتعصب وبيخليها تقفل التليفون وبيقول لها انها مش هينفع تكمل في المسابقة ولازم تخسر علشان زعيم العصابة مهدده باخوه وهو مش عاوز يخسره. وليلى الكلام ده مش بيعجبها وبتتهمه انه ضعيف ولازم يواجه وما يستسلمش وان الراجل ده مش هيعرف يعمل له اي حاجة وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بتروح ليلى المسابقة من غير جيا لأول مرة، وأول ما بتبدأ المسابقة والمنافس بتاعها بيمسك إيديها وبيحاول يتغلب عليها مش بيعرف. وليلى كانت سرحانة في ذكرياتها مع جيانج وجيا والمدرسة اللي كان الكل بيتنمروا عليها، والمنافس بقى كل ما بيجي يتغلب عليها إيديها بتفلت، فبيضطر الحكم إنه يربط إيديهم هما الاتنين مع بعض، بس برضه الرباط بيتقطع فبيربطها مرة تانية. والمرة دي ليلى فاقت وكلها غضب من إن الكل كان بيستضعفها حتى وهي قوية كانوا بيتنمروا عليها. في ثانية واحدة كانت اتغلبت على منافسها ووقعته على الأرض من قوتها، وليلى هي اللي بتفوز بالميدالية الذهبية وبفلوس الجايزة وبترجع بيهم لجيا. في الوقت ده أول ما زعيم العصابة عرف بفوزها كسر الدنيا وبعت رجالته ورا جيا اللي كان عارف اللي هيحصل، فراح أخد أخوه من المستشفى وكان بيحاول يهرب بيه، بس للأسف بيتصدم لما بيلاقي العصابة في وشه وبيضربوه بيخطفوا جيانج أخوه. فبيرجع عند الشجرة يقعد يفكر هيعمل إيه وأخوه اللي بيضيع منه ده. في اللحظة اللي بتوصل فيها ليلى وكانت فرحانة جدا إنها فازت ومعاهم دلوقتي فلوس العملية، بس جيا بيصدمها وبيقول لها إن جيانج اتخطف وبيلومها على اللي حصل ده كله. وساعتها ليلى بتتخانق معاه وبتروح على المكان اللي فيه العصابة وتضربهم كلهم، وأول واحد فيهم والدراع اليمين لزعيم العصابة هو اللي بيقف بينها وبين زعيم العصابة وبيمنعها من الدخول من الباب، بس ليلى بتنزل فيه ضرب وهو مش بيعرف يضربها أبدا. ومرة واحدة من شدة غضبها بترميه على الحيطة وتنزل فيه باللكمات في صدره، ومن شدة قوتها كانت كل ضربة بتضربها له بترده في الحيطة.
الحديد اللي وراها، تطبقها زي ما يكون ايديها اخترقت صدره وطبقت الحيطة، وبعدها بتقلع الباب وتدخل تدور على جيانج، بس للأسف مش بتلاقيه. فبترجع على بيت الجدة وهي مش قادرة من كتر الإجهاد البدني والنفسي اللي كانت فيه، وحرفيا كانت ماشية بتجرجر رجليها لغاية ما بتدخل الأوضة وتقع على الأرض مغمى عليها، وجدتها بتجري عليها تلحقها وتنيمها في السرير. شوية وليلى بتحلم تاني بالرؤية اللي كانت شافتها أول الفيلم، وإنها ماشية ببعد تاني وبتشوف إيد من نور بتشاور لها، والمرة دي لما ليلى بتمسك الإيد دي وتشدها بكل قوتها بتتفاجئ إن ظهر لها نسخة تانية منها بتقول لها إنها لازم تتقبل قوتها وتستخدمها للخير. وفجأة بتفوق ليلى من نومها وتحكي الحلم ده لجدتها اللي بتطمنها. في نفس الوقت اللي كان جيا بيفتكر كل كلام اخوه ليه وان شايفه سوبرمان مش اخ عادي، فجيا بيستجمع قوته وشجاعته وبيروح يهاجم العصابه وبيتغلب على عدد كبير منهم لغايه ما بيدخل يقابل زعيم العصابه اللي بيهدده باخوه، وبيخلي واحده من المقاتلين بتوعه تتقاتل مع جيا، والمعركه بتدور بينهم من هنا. والبنت كانت هتقتل جيا لولا ان ليلى بتظهر في اخر لحظه وتنقذه وترمي البنت بحديده توقع السيف من ايديها، وبتبدا هي تتقاتل معاها، وزعيم العصابه بيسيبهم وبيمشي مع الباقيين من رجالته. وليلى في اقل من دقيقه كانت ضربت البنت واتغلبت عليها بعد ما اديتها ضربه طيرتها في السماء ووقعت على الارض تاني قطع النفس. وبعدها ليلى بتطارد زعيم العصابه اللي كان مشي في اتوبيس مع رجالته اللي بيحموه، بس الاتوبيس كان اسرع منها، فبتطلع على ونشه وتنط عليه وبتكسر كل ازازه، وبتدخل تطيح في العصابه وترميهم كلهم من الاتوبيس، وما بقاش فاضل غير السواق وزعيم العصابه اللي اول ما بتقرب منه علشان تضربه بيزقها ويوقعها قدام الاتوبيس، وبيسوق هو باقصى سرعه علشان يدوسها، بس ليلى بتوقفه في لحظه وبتشوط الاتوبيس برجلها كانت هتطيره في السماء وتدمره على الاخر، والاتوبيس كان ولا اللي دايسه قطر. وبتمسك زعيم العصابه تضربه شويه حلوين لغايه ما بيقول حقي برقبتي، وجيا وجيانج بيجوا وجيانج بيضربوا علشان اللي عملوا فيه وبيسلموا بعدها للشرطه. وفي الاخر ليلى بتروح مع الاخين على الشط وتسيب السمكه بتاعتها في المحيط، وليلى بتتصالح مع نفسها وتتقبل قدراتها وبتتعلم انها تسيطر عليها وتتحكم فيها، ولما ده بيحصل بترجع المدرسه تاني وهي مبسوطه واهلها فخورين بيها. وفي النهايه بنتعلم اننا لازم نقف في وش الشر ونواجهه، لان الضعف الحقيقي اننا نخلي الاشرار هم اللي يتحكموا فينا مع انه مش اقوى مننا ولا احسن مننا. كده يخلص فيلمنا وحكايتنا النهارده. متابعينا الكرام، حبينا نعرفكم ان احنا عملنا قناه للتليجرام هنعرض عليها كل افلامنا، هنسيب لكم لينك القناه في وصف الفيديو، انزلوا اشتركوا فيها وتابعوا كل جديد عليها.